يعني قال لك الله نزل بسرعة معنا ولا انت تلحق احنا وصاحب البيت. الشيء يخرج 4 شقق، 4 ساكنين في عمارة انا في مسي. تمام، انا كذلك ساكن 13 سنة، استاجرت منه ب50,000 وعاد ال5 المليون السعودي ب27,000 هذيك الايام، اغلى بيت في مسي. الان في الوقت الراهن لا معاشات ومحاصرين وعدوان، واكبر عدوان هو الحصار هذا الذي احنا عايشين فيه. معي مرضي فيها سرطان، معي ولدي جريح، معي 13 نفر داخل البيت. يا خبير اتق الله، خبرتي الثاني المساجين الذي في العماره حالتهم حاله، واحد مش موظف والثاني مع موتور وهذاك محامي يرحم الله، ويشتي يخرجنا ومع عماير من صنعاء وحناجر في بني مطر. المهم في خلقه وفي السعوديه معي في الرياض ذهب المجوهر سمعت ويشتي يخرجنا ولا يخرجنا. اتق الله في روحك، خاف الله، راقب الله، انا زيد لك. ليش يعني ب40 عاد يخرجوا البيوت منها؟ طيب قال لك الله انا يعني 13 نفر معي اسره، انش القى لهم بيت بالسعر هذا؟ والله ما القى بيت الا ب 120,000. 120,000 من نديها؟ اجي اسرق وسيله قطاع. قال لك الله يا خبره اوزير طرف صنعاء اخرج خارج البلاد، يخرج شو ما يقدرش يخرجنا الطيران عاد وعاد يخرجنا هو بالقانون يحمي يا خبره. الماده 88 الزي قالوا مع الصدق ما عاد بفعلوها. توهنا المعيشه في اداره المرور بيض بكير البلاشي، اللي هو بكير البلاشي ما بيقصر معنا، بدينا المعيشه والله نحن بنصرف لنا شرب بديها ايجار. قالت يا الله ما بنصرف على جحاليل منها وانه الباري سمع بيسخر الله بسم مرض جن عفاريت والرجال الشيء خرجنا جينا من هنا ولا عاد احنا حول القضيه. دحين انا اناشد وزير الداخليه واناشد السيد القايد انه يفعلنا حل قضيه الرجال. انتم قد فعلتوها المره الاولى فعلتوها ما شاء الله، وكان قد هدوا اصحاب البيوت الطمع والجشع، هو قضيه الطمع والجشع. فنقول لا انا ازيد لك 40 ازيد لك 10 50 55 60 خلينا نرجع. لو ما يكمل العدوان والحصار هذا والامور تصبر الله يلعني لا جست ساعه اسير بتلبي. الناس زحمه في صنعاء، ان بسنا بيوت يا اخي ان نخرج. اتقوا الله في ارواحكم، منا نخرج من البلاد هذه. هذه ان شاء الله توصل. ها توصل رسالة. يعني توصل رسالتي. انا اناشد القائد واناشد وزير الداخليه. انا حنسير وانقذ انا شجن والله 13 نفر ومرض والجريح. اتق الله في روحك. النسير اني اقول اسير اخرج الشارع، اسير افعل لي خيمه انزح. الحمد لله حين جيتوا اوصل رسالتي.